ظهرت يوم أمس حول المطالبة بالكهرباء. لدينا عتب كقوة مدنية وديمقراطية على الإعلام، لأنه كان مقصرا في تغطية التظاهرة، واللي غطاها تحدث عن عشرات وفي بعض الأحيان مئات المتظاهرين، بينما الحقيقة هم الآلاف الذين نزلوا إلى الشوارع. وهذا تقصير واضح للإعلام العراقي تحديدا وليس العربي. المسؤول عن كل الخلل الذي حصل طوال 12 سنة في موضوع الكهرباء لا وزير الكهرباء الحالي ولا السيد رئيس الوزراء الحالي، وليس من مطالباتنا نقل هذا أو نقل الملف أو كذا. المسؤول هو السيد نوري المالكي، 8 سنوات يحكم العراق، 27 مليار دولار بددها ولا نعرف مصيرها، مخصصة كانت للكهرباء فقط. لا يوجد شخص آخر، لا وزير ولا وكيل وزير ولا موظف مسؤول عن اللي جرى طوال السنوات الماضية. المسؤول الأول والأوحد هو نوري المالكي، ومن بعده تيجي المدراء والشخصيات الفاسدة في وزارة الكهرباء، ناهيك عن الفساد الذي يعتري كل الدولة العراقية منذ 12 سنة. الطلبات اللي طالب بها التظاهرة تحديدا 3: 1 نريد كهرباء. 2 وين 27 مليار اللي خصصت من 2003 لحد الآن؟ 27 مليار دولار أمريكي وين راحت؟ نريد نعرف مصيرها. 3: أشو ما حد تحاسب من اللي سرقوا وباقوا وسببوا في عدم توفير الكهرباء للعراق؟ ما حد تحاسب. هذه هي مطالب التظاهرة، ولا توجد مطالب أخرى. وكل من اعتدنا نحن في السنوات الماضية كقوة مدنية وشخصيات مدنية ديمقراطية، لما نتظاهر يأتي السيد نوري المالكي من خلال مجاميع يرسلهم كمخترقين لهذه التظاهرات، ويسيئون إليها ويزيفون إرادتها وحقيقتها وحقيقة المطالب التي نطالب بها. خلي العالم والشعب العراقي يعرف هذه الحقيقة. طالب